من اللاعبين المهددين في حاله ادي هذه كره وامبا جات له هديه، جات له خطا من وسط الملعب، لكن بص الكره ارتطمت صحيح في لاعب مصطفى كرشوم. ادي امامنا هنا وامبا، بص وامبا لما سدد وامبا مصطفى كرشوم ايده في الوضع الطبيعي، يعني الراجل يقطع ايده وينزل، لكن امامنا هو الكره ترتد ويشيلها بقى المره دي، يشيلها رافائيل. وكان في احتجاج اعتقد كان من اللاعب شعيب قداد، وفي انذار خده شعيب قداد اللي بالمناسبه من المهددين، كان غاب عن المباراه الماضيه شعيب قداد، وكان لاعب مكانه اللاعب اللي النهارده موجود في دكه المدرب الشمال مازن محمدين. مازن محمدين تحركات امامنا اللاعب براين اجول، والعكس كنت متوقع ان الشوط الثاني يدخلون بعزيمه اكثر، الكره الطويله من عمر حلوه قوي، استلام على الاقل على نقطه يرجعون بها الجزاء، لكن العكس تماما لعبوا ضد فريق محترم صراحه متوازن في جميع الخطوط، ثم حكم اللقاء تردده ده يعطي الحقيقه. مباراة إرادة. ادي امامنا راحوا سليماني امامنا هو اللي حلو قوي. باولو دي سوزا تحرك في المساحه الموجوده في اللقطه الماضيه. طبعا هذه فرص فريق شباب الرجال التي ايضا اللاعب يوسف حميد الوافي، الاستلام هنا من جانب البرازيلي، ثم الخروج من جانب حارس المرمى. فيها كلام فيها كلام كره لعبها بقدمه ارتطع باولو دي سوزا، ولكن في طولهم وباولو دي سوزا وفرصة تسجيل هدفه الأول بعنوان نادي المريخ على مستوى بطولة الأفريقي نسخة رقم 27. ما شفناش تغييرات 27 نسخة ولم يستفد من هذه البطولة. جزاء الأطراف بالخيطر والعوافي من جانب حكم اللقاء بوبو تراوري، ما فيش فار، ما اعرفش الحكم اتأخر ليه وانتظر جاله الأمر بركلة الجزاء، لكن المريخ الحقيقة اللي بيقدم أداء مميز وكان ممكن يسجل أكثر من كرة ويسدد ركلة الجزاء، يسجل باولو دي سوزا بيسجل في الدقيقة 32 ركلة جزاء جد نشاطا ولا الصراحة الدفاعية كانت حاضرة، حتى التوازن اللي كنا نتكلم عليه اللي كان غايب الشوط الأول والشوط الثاني أيضا، صعبة كرة هو اللي تحصل عليها. نتفق نختلف على ركلة الجزاء، لكن هي في النهاية أمر واقع، والجماهير هنا عشاق المريخ، الجماهير المريخاوي هو اللي فرحان وسعيد. بدنية مباراة للنسيان صراحة، مباراة الشباب هذه للنسيان، عليهم تدارك الأمر، لأنه الحين مبارتين على التوالي تخسر فيهم، وحتى المركز الثاني ضيعته، يعني الحين راح تصعب المأمورية، خاصة أنك تلعب المباراة الجاية ضد نفس الفريق في ملعبك، يمكن تراجع فيها الأمر، ولكن بعدين أنك تخسر تروح للزمالك، آسف تروح للترجي وتجيب الزمالك، يعني يبقى لك مبارتين صعبين، المجموعة صعبة بالكامل. طيب شباب بلوزداد من وجهة نظر رفيق حليش لم يقنع اليوم، هناك تراجع في المستوى من